إحراج يعني، وبدون انتقاد من كل مشاهد ومن كل إنسان بده يسمع هذه الحلقة. عفوا، عمري طريق 70 بدون حسد يعني. بدون حسد، ما بقول حسد يعني. انت على طريق 70 يعني. المرأة تعترف بعمرها، تحية إلك. وعمر زوجك قد ايه؟ 37. ما قلنا بدون إحراج يعني. بدون إحراج. أنت تجوزته؟ قبل 1.5 سنة. يعني كمان عروس جديدة. إيه. فتحية، بزواجك كسرتي تابوين. نعم. محرمات 2 اليوم كسرتيهم. التابو الأول إنه امرأة كبيرة بالسن تتزوج. نعم. والتابو الثاني اللي كسرتيه إنه امرأة كبيرة بالسن تتزوج أصغر منها ب30 سنة. الإنسان إذا بحب ما بهمه كلام الناس. ليه تزوجتي بهالعمر أول شيء؟ شو كان ناقصة اليوم فتحية لتتجوز بهالعمر؟ أنا إنسانة ضحيت بحياتي كثير كثير كثير. اللي قاعدة 35 سنة بدون زوج، وربيت وزوجت، بس ما هم إلي، لا ولد إلي ولا بنت إلي، ودمروني. يعني وحدة بالسن هذا بتتقدم لزواج إلا بكون إشي دافعها إله. وأنا ما كنت مفكرة إلا الزواج. لو فكرت بالزواج من 15 من 20 سنة فاتت، بس لما شفت أولادي دمروني ودمروا ثروتي، فحبيت إني من بعد ما شفت هذا الشخص حابني، والله أعلم هو صادق ولا مو صادق، يعني ما أنا طالة بالقلوب، فهو بظهر إنه بحبني، ما بعرف. فاندفعت أنا إله من أولادي، ليش حطموني وخلوا ثروتي تروح مني. فتحي، هل هو تعويض عن أمومة ضائعة؟ هل يعني شفتي في الابن أكثر من الزوج لزوجك؟ لأنه قلتي في علاقتك مع أولادك علاقة كانت متوترة وعلاقة فيها مد وجزر. حلو. ينزع المال من ناس لا يستاهلوا وروح لناس يستاهلوا. يعني هي ردة فعل لأمومة ضائعة. شفتي أيوة، في الابن وحدة وأمومة ما أثمرت، لا بولد ولا بنت، بحكي بالخط العريض، ما أثمرت. أنت لما تغيب عن أمك 10 أيام بينك وبينها 6 كيلو، شو هتجي بعد 10 أيام؟ ما سيارتك تحتك وسياراتها حطمتهن، ما تجيها كل يوم تحسس إنه حتى لو كذبت عليها كذب، تعال عليها كل يوم حسس إنه في ناس مهتمين فيها وفيه إلها أولاد وفي ثروة بدهم يرثوها. لا، يرثها الغريب ولا يرثوها هم. والله. شو ردة فعل أولادك لما عرفوا إنه أمهم عم تتزوج بهالعمر وعم تتزوج رجل بعمر أولادها؟ ليش تفتح لي مجال؟ شو كان ردة فعلهم؟ هو اللي فتح لي مجال. بس شو قالوا لك؟ ما قالوا هذا صغير وهذا مش عارف بضحك عليك وهذا وهذا. قلت يدمرني كلها، هي آخرتها الإنسان يموت، ما بأخذ معاه شيء. بده يدمر، مش مثل اللي دمروهم. أنا دمروني 100,000 أولادي. كيف بدك تعيشي معه آخر أيامك لرجل شاب عمره 37 سنة؟ طبعا بده يتزوج، طبعا بده يتزوج. البيت بيتي والملك ملكي وفلوسي موجودات، وقت ما بده يروح الله معه. بدي أمسكه بحديد. كيف بتحبي يعيشك هالأيام؟ احنا عايشين مبسوطين، كأني أنا حاسة حالي عمري 17 سنة، ما أنا حاسة إني ست كبيرة، لأنه ما في إشي. أصلا أنا لما بناديه يا جدي بضحك عليه إني أنا جدته. لما أنت بتقولي له يا ستي هو شو بيقول لك؟ قول نعم. ما بيقول لك أنت حبيبتي؟ هو شو بيقول لك؟ بقول لي نعم يا جدي. هو بشوفك بمثابة سته أو بشوفك بمثابة زوجته؟ طريقة المزح. ومرات بقول له يا ماما، مرات بقول له يا ولادي، يعني بتهبل عليه وبمزح معه وماشي الأمور. الله أعلم. العلاقة بينك وبينه هي علاقة بين مثل أم وابنها، أو علاقة كأي رجل وامرأة؟ لا، علاقة زوجية. الأم وابنها ما بتحطه بحضنها وبتنام هي وياه. الابن أهلين وخلص، ما بتحطه بحضنها وبتنام هي بعد وياه. في علاقة متكافئة بين سيدة 70 ورجل 30؟ 37. أم 17 بتلبس بلوز وبنطلون وأنا بلبس بلوز وبنطلون. أم 17 بتتمكيج وأنا بتمكيج. أم 17 بتلبس قصير وأنا بلبس قصير. شو بيفرق؟ وست بيت مدبرة بالبيت ومن الطبيخ الزاكي بقدم له من الاحترامات. كل ما كانت المرأة ناضجة بالعمر تعطي الرجل تقدير واحترام أكثر من وهي صغيرة.
بس البنت اللي عمرها 17 سنه ممكن تكون في عندها اندفاع للحياه اكثر، ما بيكون عندها مشاكل العمر الطبيعيه اللي بيعاني منها اي انسان، معالم العمر ما بيكون مبين عليها بنت 17 سنه. ماما انا لما طاقتها الزوجيه، طاقتها بالعلاقه الزوجيه تكون اكبر. لو انه بسن ال 17 انا وبسن ال 20 انا عرفت معنى الحياه ما تركت بيتي. ام ال 17 ما بتعرف معنى الحياه زي ام ال 30. ام ال 30 ما بتعرفها زي ام ال 70. ليش؟ لانها عارفه العالم وعارفه الناس شو هي، فصارت تعطي اكثر من ما تاخذ. يعني انا هسه بعطي حنان اكثر من ما باخذ. ليش؟ لاني عارفه معنى الحياه شو هي. العلاقه متكافئه بينك وبينه، العلاقه الزوجيه؟ انا بحس انها متكافئه. هو بالنسبه له شو؟ بيحترمني وبقدرني وما بالنسبه له علاقه زوجيه علاقه متكافئه وعلاقه غير متكافئه. نعم باي نوع من الانواع متكافئه، بالنوم بالقوم بالكلام بالحكي بالاحترام. اذا بده يطلع برا وانا مش رايد هالمشوار ما بروح.